صدمة في الوسط الفني، إعلانات وكذا وقنوات إخبارية قاعدة تتكلم. صدمة في الوسط الفني لوفاة سميحة أيوب. ليش صدمة؟ ليش صدمة يا أخي؟ تعلموا إعلام يا أخي. ليش صدمة؟ كيف صدمة؟ 94 سنة، كيف صدمة؟ يعني أنت تتكلم عن 94، في آلام شيخوخة، في خرف، في أمراض قلب، في سكر، في ضغط، في تعب، في عدم استقرار في النوم، في عدم استطاعة في المشي، يعني في أشياء كثيرة. يعني سبحان الله، يعني هي من أقدم فنانين العالم، وهي أكبر فنانة على خشبة المسرح. يقولون أنها سيدة المسرح. أنا والله ما شفت لها ولا مسرحية، وأفلامها ومسلسلاتها رحمة الله عليها ما كنت أشوفها. يعني أنا أتكلم عن فن، كان بالنسبة لي دمها ثقيل. يعني أنا كنت أخلط بينها أول وأنا صغير، بينها وبين هدى سلطان. بس هدى سلطان طبعا لما كبرت وعرفت، لا، هدى سلطان أفضل، يعني أفضل شكلا، وأفضل فنا، وأفضل أداء، ومطربة. يعني سميحة أيوب، يعني سبحان الله، يعني سميحة أيوب، زكي رستم، مين مثلا؟ في فنانين كبار، يعني محمد عوض، أبو بكر عزت، ما أدري كيف العالم كانوا يحبونهم. يعني فاتن حمامة، عمر الشريف، أحمد رمزي، حسن يوسف، زوجته مين نسيتها بعد. أنا بعد يعني حنا في هالعمر وعندنا زهايمر وتعبانين، مش عندنا مشاكل صحية. 94 سنة تقول لي يا أخي انخطفت في عز أوج مجدها. وين أوج مجدها يا أخي؟ 94 سنة أوج مجدها؟ ما معقولة يا أخي، مو معقولة. رحمة الله عليها، الله يغفر لهم ويرحمهم، فنانين كبار. هي تعتبر من أقدم فنانين العالم. يعني فيروز عمرها 92 سنة. هذه الأعمار اللي مسجلة في الويكيبيديا. ترى الأعمار الحقيقية غير، تلقاها أكبر ب5 سنوات 6 سنوات. خذها مني، عرفت؟ خذها مني. في أكبر يحطوا، في ناس يسجلون أعمارهم في الويكيبيديا وهم أكبر من هذا العمر ب4 سنوات 5 سنوات. يعني عندك هي سميحة أيوب زي كلينت ستود، زي فيروز، فنانين اللي عمره 85 واللي عمره 80 تلقاه تعبان. وما بالك واحدة عمرها 94 سنة ما تقدر تقوم من على الكنب. لما تقوم كانت تمشي معاها ناس يعني يساندونها. أنا شفت فنانة نبيلة عبيد، أنا شفتها قدام الناس أوكي، من أحلى ما يكون واقفة